بسم الله، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا اوريكم الجمال والحلاوه دي. شفتوا ما شاء الله هي عاليه ازاي وجميله جدا وطريه وطعمها بجد لذيذ، احلى من الجاتو. ولا تقولي لي جاتو ولا تقولي لي تورته، احنا بعون الله نعمل اي حاجه. بس قبل ما نبدا نسمع على رسول الله عليه الصلاه والسلام. تعالوا بقى، هنا هي طاسه على النار، هنحط فيها كوبايه ونص من السكر. تمام. وهنسيبها، اوعي تجيبي الطبق ايه، السكر على الايه الطروف بتاعه الايه بتاعه الطاسه اللي هتعملي فيها. ونقلب فيها بس كده بالراحه في النص علشان السكر بتاعنا ما يبص. بصوا، كل شويه نحاول ان احنا نقلب فيها ونجيب من الجانب على النص كده ونظبط الايه الدنيا لغايه ما السكر كله ما يدوب. تمام تمام. بس اوعي يتحرق منك، لان لو اتحرق او حصل فيه حاجه اكتر، بصوا بيبقى من غير بيبقى بالمنظر ده، علشان لو لسعته يعني ربنا يعافينا يا رب. لسعته صعبه جدا. هنا هنروح حاطين معلقه بقى سمنه، وعيش يا معلم ساحتها معلقه السمنه معانا. هننزل بكوبايه من اللبن، نقلب. بصي هتستمتع منك في الاول، بس ما تقلقيش خالص. دلوقتي احنا كده عملنا صوص الكراميل وهنسيبه. تعالوا بقى نعمل الايه الكيكه. لازم الكراميل يبقى ايه يبرد معانا تماما. هنا هنحط البيضه. تمام. هنحط البيضه التانيه، وهنحط البيضة التالتة. بصي انت ممكن تعمليها ببيضتين بس انا حطيت ايه تلاتة. قلت ايه اغنيها برضه تبقى فيها كلها غذاء ايه شوية كده. خلاص. خلاص. وهنضربهم كويس جدا لغاية ايه كلهم يستقروا وبعدين ايه كذلك ايه مع بعضهم نحط ايه شوية. خلاص ضربناها ايه دلوقتي. انا حاطة ايه نص معلقة سكر. انا مش حاطة السكر ان هي فيها بتبقى كريم. طبعا حاطين يضرب يا معلم. هنحط بقى ايه كمان معانا خلاص. هنضرب ايه كده كله مع بعض كده. حاطين المواد السائله، هنبتدي بقى نحط المواد الايه الدقيق. هنحط ايه كوبايه دقيق، وادي كوبايه تانيه معانا من الدقيق. خلاص. بصوا انا بقلب الاول، انا ما بشغلش المضرب غير لما ايه اقلب شويه عشان الدقيق ما يعفرش الدنيا وايه والدنيا ايه تذبح. ولما قدرنا كمان هتتغير. خلاص. المضرب كويس. انا عايزه اقول لكم ان انت عارفه ايه خلاص. عايزه اقول لكم انا البيكنج باودر دوت في الكيكات. انا بحب احط الكيك شيف، بس النصيب ان انا ما كانش عندي غير اللي هو الايه البيكنج باودر ده. اهو جبنا قالب ورحنا صبينا دهنا سمنه، ورحت ايه صبينا الخليط بتاعنا ايه فيه. عايزه اقول لكم على حاجه. انا قلت يا ريتني كنت حطيته في قالب اكبر من كده ايه كمان مقاس اكبر. يعني ما شاء الله اديكوا زي ما شفتوا في اول الفيديو هي عاليه معانا جامده ايه، يعني مرتفعه ازاي وعامله ازاي. تمام. بنضربها كام ضربه كده ودخلناها الفرن. استوت اهي ما شاء الله ايه معانا. خلاص نسيبها لما تبرد خالص خالص. واحنا ايه هنفضل نعملها بالشوكه كده اهو. دي بقى عشان احنا مجهزين معانا نص كوبايه من اللبن. هنروح ساقيينها بقى كده عشان تبقى طريه. وكمان لو قعدت معاكي في الثلاجه ما يحصلهاش، مثلا باتت معاكي في الثلاجه يوم او اتنين ما يحصلهاش اي حاجه. لا لما عايزه تولد اقول لكم ان هي باتت معايا يوم واحد بس في الثلاجه، لان ما شاء الله اللهم بارك. يعني الف هنا وشفا، الولاد خلصوا عليها ودمروها لي. يعني هي خلاص بتسجل ادي يعني هاني زي فيها كده اللي هو يوم. خلاص. وسبتها لغايه ما شربت الايه شرب اللبن ايه معانا. خلاص. هنعمل بقى ايه دلوقتي. احنا هنجيب بقى طبقه الايه الكريم شانتيه. الكريم شانتيه كلنا بنعرف نعمله. نجيبه نص كوبايه كريم شانتيه على نص كوبايه لبن متلجه، او ربع لبن وربع ايه ميه برضو يكونوا متلجين. ونضربيها ايه كويس ايه جدا. انا دلوقتي بقى حاططها. عايزه اقول لكم لو انت جبتي نوع المتحده الكسايب جميل جدا. ان في نوع للاسف وحش اسمه بيئه، يعني سوري، يعني نوع شعبي شويه، ده يبقى بهدلك الدنيا. فاحسن هاتي مثلا نوع اسمه المتحده. هنا بقى صوص الكراميل اللي احنا عملناه في البدايه خالص هنروح حاطينه ايه فوق الوش كده. تعملي الطبقات زي ما انت عايزه بقى. عايزه طبقه كريم جانتيه اعلى من كده، عايزه طبقه الكراميل تكون اعلى من كده، اللي يريحك يا حبيبي. خلاص ادينا هو عملناها كده. وممكن
بسن ال السكينه، نفضل نعمل خطوط رايحه جايه كده اهوت، او اللي بايه شيش طاووق بالطريقه دي. خلاص خلاص. هنعمل ايه بقى ايه دلوقتي؟ عايزين نقطعها بقى مدشوشه. شايفين كمان؟ شايفين عاليه ازاي؟ تاكلي منها ما تشبعيش خالص مهما تاكلي منها. والف هنا وشفا. اتمنى الوصفه النهارده تكون عجبتكم. اشوفكم على خير يا رب الفيديو الجاي. باي باي.